هتغير، مش هتغير، هتغير، مش هتغير، هتغير. هتغير مش هتغير. الفيديو اللي شفناه دلوقتي بيمثل حال كل واحد فينا. التغيير مش شيء صعب ولا مستحيل، ودايما في امل. زي ما قلت لهيثم، التغيير مش صعب، بس عشان نقدر نتغير لازم نكون مؤمنين بجد اننا قادرين على التغيير ده، ودي كانت اساس فكره انسان يوتوبيان. بالظبط، انسان يوتوبيان هو الانسان اللي نفسنا نشوفه في كل مكان في مصر، في الشارع وفي الجامعه وفي البيت. انسان دايما بيحس بغيره وعاوز يساعده، انسان بيقول الغلط لا، هو ده فعلا الانسان اللي يستحق لقب انسان. يمكن انسان يوتوبيان هو موجود جوانا بالفطره، كل واحد فينا اتخلق جواه يوتوبيان ابيض على انه يعامل الناس بحب واحترام. هي بس المشكله ان العادات الغلط والمشاهد السلبيه اللي موجوده حوالينا هي اللي خلتنا ننساه. احنا هدفنا في انسان يوتوبيان ان احنا نرجع اليوتوبيان اللي جوانا ده تاني. حبينا نروح نسال الناس يعرفوا عن يوتوبيان. تعالوا نشوف التقرير اللي عملناه ونرجع تاني. مين؟ مش عارفه بصراحه. نوع نباتات يعني؟ لا مش عارفه، مش عايزه افتي بصراحه يعني. قناة على النت. لا مش عارفه. مش عارفه. ممكن تكون زي صوبيا يعني، مش عارفه. حاجه غريبه عليا، اول مره اسمعها. انا اعرف اليوتيوب، ما اعرفش ايه توبيا دي. توبيا هي المدينه التي انشاها افلاطون. المدينه الفاضله يعني. ايه مواصفات المدينه اللي حضرتك تحب تعيش فيها؟ اللي انت قلت عليها دلوقتي. اولا تكون هاديه، وتكون طبعا فيها كل الخدمات، وتكون نظيفه وفيها شجر كتير. تبقى رايقه شويه، ما فيهاش زحمه، ما فيهاش دوشه. يعني يكون فيها اخلاق. تكون اول حاجه ما فيهاش فساد خالص، كل واحد ياخد حقه بالعدل. انها تكون نظيفه وجميله يعني فيها جنينه، يعني الناس تكونها يعني وسط متجانس، يعني يكون فيها صحبه طيبه تعينك على الخير يعني. مدينه ذات خلق، و هي مدينه افلاطون برضه، مدينه فاضله برضه زي بتاع افلاطون بالظبط. وزي ما شفنا في التقرير في ناس كتير قربت من معنى يوتوبيا، وفي ناس كانت بتسمع يوتوبيا على انها كلمه غريبه اول مره تسمعها. بالظبط، وكان باين من خلال ردودهم انهم بيحلموا بيوتوبيا من غير حتى ما يعرفوا معناها. كانت الناس بتحلم بمدينه جميله فيها اخلاقيات يختفي منها الفساد. ببساطه اليوتوبيا هي المدينه الفاضله. اول حد اتكلم عن اليوتوبيا او افترضها كان افلاطون، اتكلم عنها في كتابه الجمهوريه. افلاطون شاف ان اليوتوبيا هو العالم المثالي اللي بتتحقق فيه كل احلام الانسانيه من سعاده وقيم الخير والحب والعدل والتعاون. يمكن هيثم في ناس كتير اتكلمت عن اليوتوبيا بعد افلاطون، احيانا كانت بتبقى في اطار فلسفي واحيانا في اطار ديني، وكمان شفناها كتير في القصص الخياليه. احنا بنحلم في انسان يوتوبيان اننا نحقق اليوتوبيا دي في اخلاقنا وتصرفاتنا مع الناس اللي حوالينا. هنا جت فكره يوتوبيا كنشاط طلابي، ان نشوف مصر هي المدينه الفاضله اللي بنحلم بيها. كانت البدايه سنه 2010 من خلال كورس الدكتور شريف عبد العظيم عن اخلاقيات مهنه الهندسه. والحقيقه ان اكتر حاجه غيرتنا في الكورس ان حسينا ان اغلب مشاكل مصر هي مشاكل اخلاقيه بالاساس، زي الغش والمحسوبيه وعدم احترام القانون. وده ظهر قبل هيثم بعد الثوره، لان في ناس كتير فاهمه ان الحريه ان يعمل اي حاجه او ان اقول اي حاجه في اي وقت من غير احترام القانون ولا المبادئ. وعشان نحقق اليوتوبيا اللي بنحلم بيها قررنا ان احنا نبدا بنفسنا. بدانا نزور المدارس نعلم الطلبه شويه قواعد اخلاقيه يحكم بيها على التصرف اذا كان اخلاقي ولا غير اخلاقي. وكمان طبقنا الفكره في مشروع ميني يوتوبيا. احنا في ميني يوتوبيا بننزل لدور الايتام، بنحاول نوصل لهم نفس المبادئ والقيم اللي بنوصلها لطلبه المدارس. من الحملات اللي قامت بيها يوتوبيا حمله الصومال من احياها لتشجيع فكره التكافل الاجتماعي ورث اخواتنا في الصومال. وده لان يوتوبيا مش مجرد نشاط طلابي، دي كيان مؤثر في المجتمع ولازم يشارك في حل المشاكل اللي بيتعرض لها مجتمعنا. وكمان حمله اصحاب مكان. احنا في اصحاب مكان هدفنا نشر ثقافه الحفاظ على الملكيه العامه، يعني اتعامل مع اي مكان على انه ملك الشخص. احنا بدانا الحمله مباشره بعد الثوره وبداناها في مترو الانفاق. في الفترة الأخيرة أصحاب مكان بدأت نوع جديد من السلاسل وسلاسل الأخلاق، وده فيه المتطوعين بينزلوا يمسكوا لافتات مكتوب عليها بعض الأخلاقيات والقيم الإيجابية اللي نفسنا ننشرها في المجتمع. كل الحملات اللي قمنا بيها كان فيه ردود أفعال مختلفة من الناس، يعني مثلا كانت في ناس كتير مبسوطة قوي باللي احنا بنعمله وبتأيدنا وشايفة إن دي حاجة إيجابية ممكن تحسن في المجتمع.
بس على النقيض كان في ردود افعال تانية شايفه ان اللي بنعمله ده ملوش اي لازمه ومش بيغير في المجتمع، بس ده ما كانش بيقلل من عزيمتنا ولا من هدفنا اللي بنشتغل نوصل له دايما. باختصار يوتيوبيا هي العالم المثالي اللي نفسنا نعيش فيه واللي نفسنا فعلا نحققه. ودلوقتي جه ميعادنا مع نقطتين حب، وهنتكلم عن كتاب استمتع بحياتك، وده كتاب مميز جدا للدكتور محمد العريفي. هو دكتور في العقيدة وأستاذ مساعد في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود. قدم دورات كتير في مهارات تطوير الذات والإلقاء وعلم الاتصال، وطبعا هو صاحب البرنامج الشهير ضع بصمتك. بيقول في مقدمة كتابه إن كتاب استمتع بحياتك من أحب الكتب ليه ومن أنفع الكتب من وجهة نظره. الكتاب بيتكلم عن إنك إزاي تتغلب على أزماتك والتصورات الغلط اللي كتير مننا بيتصورها عن نفسه، وكمان بيركز قوي على فن التعامل مع الناس وبيعتبره إنه المصدر الأساسي للسعادة. بيبدأ الكتاب بقصة بيرويها الدكتور العريفي، وهي إن جات له رسالة من حد بيسأله عن حكم الانتحار. إيه؟ انتحار؟ طبعا ده كان رد فعل الدكتور لما قرأ السؤال، فقرر إنه يتصل بصاحب السؤال وطلب منه إنه يعيد عليه السؤال مرة تانية. أما بقى عن رد فعل الدكتور فكان رد غير متوقع بالمرة. قال له إن الانتحار مستحب، بس الأهم إنك تعرف إيه هي الوسيلة اللي هتنتحر بيها. صرخ الولد طبعا من الصدمة، لكن الدكتور قصد بالإجابة دي إن يفوقه ويعرفه إن مفيش أي حاجة في الدنيا تستاهل إن الواحد يخسر حياته عشانها. وبتستمر رحلتنا مع الكتاب وبنتعرف فيها على حاجات كتير توصلنا للسعادة، من أهمها إنك لا تبكي على اللبن المسكوب، وإنك إزاي تقدر تلاقي سعادتك في إسعاد غيرك. الفكرة اللي عايزين نوصلها هي الرسالة الأساسية من كتابنا، وهي إن إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، ودايما دايما استمتع ما دمت ملزم. بكده نكون قلنا يدوب نقطتين حبر في عالم الكتب الكبير. أشوفكم المرة الجاية مع نقطتين حبر تانيين. يوتيوبيا هدفها نشر الاخلاق، وده عن طريق السيشن اللي بتعملها يوتيوبيا لطلبه المدارس. معانا النهارده سهير اسامه اي سي ممبر من يوتيوبيا. اهلا بيك يا سهير. ازيك يا ميس عمرو؟ ازيك يا سهير؟ سهير مبدئيا كده عايزين نعرف يعني ايه اي سي؟ اي سي معناها اكاديميك كوميتي. الناس اللي في الكوميتي دي هم شغلتهم ان هم ينزلوا لطلبه المدارس او دور الايتام علشان يوصلوا لهم القيم والاخلاقيات اللي احنا نفسنا ننشرها من خلال يوتيوبيا. كلمينا يا سهير عن المبادئ اللي بتحاول توصلها لطلبه المدارس. احنا اهم حاجه بنعلمها للطلبه سواء في المدارس او دور الايتام حاجه اسمها القواعد الخمسه للحكم على التصرفات. دول 5 قواعد من خلالهم بنعرف نحكم على تصرفاتنا اخلاقيه او غير اخلاقيه. ازاي سهير بتعلم الطلبه ان هم يحكموا على الموقف اذا كان اخلاقي او غير اخلاقي عن طريق القواعد الخمسه؟ طيب هي القواعد الخمسه باختصار شديد يعني هم اول قاعده فيهم اسمها القاعده الذهبيه، اللي هي حب لاخيك ما تحب لنفسك او عامل الاخرين كما تحب ان يعاملوك. بنشوف ازاي مثلا انا لو اتحطيت في موقف هحب ان الشخص اللي قدامي يتصرف معايا بالطريقه دي او لا. من خلال كده هشوف التصرف الانسب اللي انا ممكن اعمله مع الشخص ده. تمام. تاني حاجه المبادئ، وهي جايه من الاديان والقيم اللي اتربينا عليها في المجتمع. ثالث حاجه قاعده التعميم، ودي ان انا بشوف التصرف اللي انا بعمله لو كل الناس بقت تعمله زيي هل هيبقى حاجه كويسه ولا حاجه غير اخلاقيه او حاجه بالظبط. القاعده الرابعه هي المنفعه العامه، ودي ان انا بشوف التصرف بتاعي العائد منه على المجتمع حاجه نافعه ولا حاجه مضره. يعني زي مصنع السجاير هو ضرره على المجتمع اكبر بكتير جدا من نفعه، فيبقى ان انا ابني مصنع سجاير او اكون من العاملين في مصنع سجاير ده يعتبر تصرف غير اخلاقي. طيب بتتكلموا بقى مع الطلبه دول عن مواضيع عامه ولا هو يعني مقتصرين بس على القواعد الخمسه اللي انت لسه قايلها دلوقتي؟ لا بنتكلم عن مواضيع تانية كتير بقى زي مثلا الغش قد ايه هو ممكن يضرنا طبعا جدا يعني. دي اهم حاجه. ونتكلم برضو عن الايجابيه، ازاي ابقى شخصيه ايجابيه وازاي اغير في شخصيتي بحيث ابقى شخص ايجابي في المجتمع بتاعي. بنتكلم عن الملكيه العامه ومعناها، ويعني ان انا احافظ على البلد بتاعتي والمواصلات وان انا مرميش في الشارع مثلا وهكذا. طيب ليه اخترتوا المدارس بالذات انكم تنزلوها؟ ليه ما تنزلوش مثلا الجامعات او اماكن ثانيه؟ هو احنا خلينا نشاطنا الاساسي على المدارس وسن طلبه المدارس في اعدادي، علشان السن ده لسه نقدر ان احنا يعني نغير في شخصيتهم. ما بيكونش لسه يعني وصل لمرحله ان هو
ممكن يعني يقتنع بحاجات ما يقدرش يغيرها بعدين. فاحنا لقينا ان السن ده مناسب قوي ان احنا يعني نغير شويه افكار عندهم علشان لما بالظبط عشان لما يكبروا يبقى الافكار دي كبرت معاهم من هم في السن ده يعني. سؤال، طب اكيد بقى وانتوا في السيشن بتقابلكم مواقف، كلميني بقى عن استجابه الطلبه للي انتوا بتقولوه. انت قلتي بتكلمي مثلا ممكن مواضيع كبيره عليهم شويه او ما حدش اتكلم معاهم في الموضوع دي قبل كده زي الملكيه العامه والحاجات دي، استجابتهم ايه للكلام ده؟ والله هو في الاول يعني بيبقى فيه شويه ايه، مش متعودين زي ما انت قلتي كده ان هم يسمعوا حد بيوجههم ناحيه البلد، ان هم ياخدوا بالهم ويحافظوا عليها يعني، وان هم ياخدوا بالهم من تصرفاتهم. فيعني الاول بيبقى فيه حته يعني استغراب يعني وكده، بس مع الوقت يعني بيقتنعوا في ناس كمان حتى بتغير من تصرفاتها عن الحاجات اللي احنا بنتكلم معاهم عنها في السيشن. يعني مثلا في حد كان اقرب حاجه كتب لنا على البيج بتاعتنا ان ابتدت تعمل جيب في شنطتها مخصوص عشان تحط فيه الزباله بدل ما ترميها في الشارع يعني. انا بحس ان الموضوع يعني كمان اكيد انتوا بتبقوا مبسوطين وانتوا بتدوا السيشن دي، حاسين ان انتوا بتتعاملوا مع طلبه في المدارس وان انتوا تقدروا تغيروا يعني نسبه كبيره منهم، فاكيد دي حاجه حلوه يعني. هو اكيد يعني الحمد لله الواحد مبسوط ان هو جزء من مكان زي يوتوبيا، وان هو بيشارك ولو جزء صغير جدا ان هو فعلا يغير من الانسان يعني. ميرسي يا سهير. في الحقيقه سهير وضحت لنا النهارده الشغل اللي بيعملوه كل الاي سي في المدارس. احنا بنتمنى ان كل مدرسه في مصر تبقى فعلا يوتوبيا اللي بنحلم بيها، ويا رب نقدر نوصل لهدفنا في المستقبل ان شاء الله. في الحياة على طول بيحيرنا. دكتور شريف وضح الرؤية البايت وشرح لنا القاعدة الذهبية، حطي نفسك مكاني، والمبدأ في الحياة هو ده عنواني. تعمل في اي حاجة ممكن يحصل ايه تاني، اعلان على الملأ بس بجد وجدان، والمنفعة العامة مصلحة غيري قدام. ودلوقتي وصلنا لاخر حلقتنا من برنامج انسان يوتوبيا. يا ريت تتابعونا على السايت www.utopia-egypt.com وعلى الفيسبوك جروب يوتوبيا ايجيبت. ويا ريت تبعتوا لنا ارائكم واقتراحاتكم على الايميل بتاعنا info@utopia-egypt.com. يا ما نفسي عايش انسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش انسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه. إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية، إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية. ولا حتى روحه ملك ايديه، اللي معاه على طول مش ليه، ولا حتى روحه ملك ايديه. هو في قلبه من عليه، شايل امل وشروق